هو سيدنا ابو بكر في جواري يعني. انا سيدنا ابو بكر كان مهاجر يعني كان مهاجر الحبشه. ماشي. وبعدين الراجل ده وقفه وقال له مثلك لا يخرج ولا يخرج. وبعدين ايه انك لتصل الرحم وتقري الضيف، وقعد يعدد صفات نفس صفات النبي عليه الصلاه والسلام اللي قالت السيده خديجه. وبعدين قال له ايه تعالى، ودخل قال لسادات قريش لابو جهل ومش عارف ايه، قال لهم ايه ابو بكر في حمايتي. ماشي. بس ايه قالوا له طيب خلاص بشرط ان هو لا يستعلم بالصلاه، لان هم ايه هم اخطر حاجه ان القران يوصل للناس. قال إيه لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لغوشوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يجي النضر بن الحارث زي ما حكينا ليه؟ علشان القران ما يوصلش. شوف بقى اللي حصل ايه. سيدنا ابو بكر لما ابتنى في فناء الدار عنده عمل مسجد وبدا يصلي، وكان يقرا ويبكي يتاثر بالقران. شوف حال ده. فكان النساء والاطفال يتقصفون، يعني يجوا يطلعوا كده ويبصوا ويتجمعوا عشان يسمعوا القراءه بتاعته ويتفرجوا على حاله. بس تخيل واحد واقف بيصلي نساء مش مسلمين يعني اي حد. فقريش فزعت من الموضوع ده، ان هيبوظ الناس يعني هيفسد علينا الناس فعلا. هو ابو بكر عمل ايه؟ واقف بيصلي بيقرا قران بس وبيعيط. تخيل المشهد ده قد ايه. المشهد ده واحد واقف بيصلي وبيقرا، ده مشهد مفزع بالنسبه لقريش. فراحوا لابن الضغينة وقالوا له لا ما ينفعش، يا اما احنا مش عايزين نخفرك في الجوار بتاعك، يعني مش عايزين نقل منك يعني، فتروح تقول له ايه لا يستعلم بالصلاه. فراح لسيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر قال اني ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله. بس يعني الشاهد من الحديث ايه؟ التأثر حتى المشركين مش قادرين.